تعرف إن الكحة أصلا هو رد فعل طبيعي من جهازنا التنفسي لأي حاجة غريبة عايزة تدخل الجهاز التنفسي، أو أي حاجة غريبة داخل الجهاز التنفسي زي بلغم أو شرقت في نقطة مية ولا حاجة. كل حاجة غريبة داخل الجهاز التنفسي بيتخلص منها الجسم عن طريق الكحة. إذا الكحة في الأساس هي رد فعل طبيعي جدا. يعني الكحة المفروض إن هي حاجة كويسة من ردود أفعال الجسم الطبيعية. طب والله الكحة لحد يوم أو اتنين أو أسبوع أو اتنين، الكحة لحد ما تبقى كل 4 ساعات مرة، كل 5 ساعات مرة، ما تقلقناش في أي حاجة، وممكن ما تستدعيش كمان التوجه لطبيب. الكحة اللي مطولة معانا أكتر من كده هي ديت اللي بتستدعي الاهتمام وبتستدعي التوجه للطبيب، وديت اللي احنا هنتكلم عنها في الفيديو ده. ايه هي الكحة المزمنة؟ ايه أسبابها؟ ايه علاجها؟ ايه مضاعفات الكحة؟ بتيجي بالليل اكتر ولا بالنهار اكتر؟ بتيجي بعد الاكل اكتر؟ معاها تزييق وصفير ولا لا؟ على حسب الحاجات المصاحبة للكحة او الحاجات اللي بيحصل بعدها كحة اتقسمت الكحة لكذا نوع. من ناحية المدة، سواء كحة حادة او شبه مزمنة او مزمنة. قال لك الكحة الحادة دي الكحة اللي بتقعد من اسبوعين ل3. كحة شبه مزمنة لو طولت من أكتر من 3 أسابيع لأقل من 8 أسابيع. إذا استمرت الكحة لأكتر من 8 أسابيع ديت بقى اسمها الكحة المزمنة، وهنا لازم التوجه لطبيب لمعرفة سبب الكحة المزمنة. الكحة لما تطول مدتها اتحولت من حاجة زي ما بنقول دفاعية عن الجسم، لا لحاجة تستدعي القلق وتثير القلق. عندنا تقسيمة للكحة كده حسب أكتر وقت بتيجي فيه الكحة ديت. فعندنا لو الكحة بتيجي بالليل أكتر، فقال لك ديت سببها الإفرازات الخلف أنفية. أي مشاكل في الأنف، سواء في حساسية في الأنف، سواء في التهاب جيوب أنفية، بتعمل إفرازات خلف أنفية تنزل على أول جهازنا التنفسي هنا فتؤدي للكحة. كمان الكحة اللي بتيجي بالليل بعد ما تنام بيبقى أكتر أسبابها ارتجاع المريء. أيوة، عندنا كحة سببها ارتجاع المريء. لو لقيت دكتور الصدر بتاعك كتب لك علاج للمعدة وانت رايح تشتكي له من الكحة، ما تقلقش، لأن دوت يبقى سبب الكحة الأساسي عندك ارتجاع المريء. لو كحة بتحصل في المواسم أو عند شم روائح أو كده، دوت أسبابها غالبا حساسية صدر أو ربو شعبي. أشهر أسباب الكحة المزمنة هي الإفرازات الخلف أنفية، اللي هي بتحصل لو أنت عندك حساسية أنف أو التهابات في الأنف أو التهابات في الجيوب الأنفية. زي ما قلنا بيحصل منها إفرازات بتنزل خلف أنفية، أول ما توصل على بداية الجهاز التنفسي هنا بتثير الكحة. إيه أكتر حاجة تخلينا نشك إن الأنف أو حساسية الأنف أو الإفرازات الخلف أنفية هي سبب الكحة بتاعتنا؟ بيبقى معانا انسداد في الانف، اعراض سيلان من الانف، رشح من الانف، احساس ببلع مخاط كانك بتبلع مخاط كده، وبيزيد لما بتنام على ظهرك او اكتر حاجه بالليل. تاني سبب من اسباب الكحه المزمنه هو الربو الشعبي او حساسيه الصدر، وديت بتبقى كحه معاها تزييق او صفير، او ما معاهاش. في نوع من انواع حساسيه الصدر بيجي من غير تزييق او صفير في الصدر. ازاي نعرف ان حساسيه الصدر او الربو الشعبي هي المسبب الاساسي للكحه المزمنه؟ لما بنلاقي معانا زي ما قلنا تزييق في الصدر او صفير، بنلاقيها تزيد مع المجهود او مع محسس خارجي، لما بيشم عفره، لما بيشم تراب، لما بيشم برفان. الكحه بتاعت حساسيه الصدر بتزيد بالليل اكتر وبتزيد مع المجهود، ده اكتر ما يميز كحه حساسيه الصدر. في نوع ثالث من اسباب الكحه المزمنه وهو التهاب القصبات الحمضي غير الربوي. يعني التهاب حمضي في القصبات الهوائيه مش بسبب حساسيه صدر، لكنهم لما حللوا البلغم الخارج من الجهاز التنفسي في الوقت دوت لقوا فيه خلايا حمضيه كتير، وديت بنعرفها اكتر بالتجربه العلاجيه. لقينا ان النوع دوت بيتحسن لما بندي بخاخات استنشاق فيها كورتيزون، بيتحسن جدا. لما بتتحسن الكحه ديت على البخاخات ديت نتاكد ان دوت السبب الرئيسي بتاع الكحه.
رابع واشهر سبب هو ارتجاع المريء، ودوت بسبب ارتجاع الحمض المعدي من المعده للمريء وصعوده للمريء والبلعوم، مما يؤدي الى كحه مزمنه جافه شديده بتزيد بعد الاكل وتزيد بالليل اكتر، بالذات اول ما تيجي تنام كده. اسباب اخرى اقل شيوعا للكحه المزمنه، ادويه الضغط زي الكابوتين واخواته من اشهر اسباب الكحه الجافه، بس مش بتعمل كحه جافه لكل الناس، علشان كده مش بنحطها من ضمن اسباب الكحه المزمنه. عندنا التدخين حتى لو سلبي، التلوث بالدخان بتاع المصانع، اللي عايش في منطقه كلها ترابه وعفره زي مثلا اللي عايشين في الصحراء، الاماكن الجافه ديت، كل ديت من اسباب الكحه المزمنه، لكنها اسباب اقل شيوعا. عندنا مرض اسمه التمدد الشعبي COPD، اللي هو تمدد مزمن في الشعب الهوائيه بسبب كثره التدخين او بسبب امراض اخرى، دوت من ضمن اسباب الكحه المزمنه. عندنا برضو لو في لا قدر الله اورام خبيثه في الرئه من ضمن اسباب الكحه المزمنه، ودي ليها مواصفات معينه هنتكلم عنها بعدين. عندنا برضو نوع من انواع ضعف عضله القلب، اللي هو هبوط القلب الاحتقاني، دوت من ضمن اسباب الكحه المزمنه، واحيانا بتبقى ببلغم واحيانا بيبقى مدمن. سبب خامس من اكتر اسباب الكحه حاجه اسمها الكحه العصبيه، او الكحه بسبب فرط حساسيه الاعصاب، كف هايبر سنسيتيفيتي. ايوه، يعني يا دكتور الكحه ممكن تبقى من المخ والاعصاب؟ ايوه، دي من اكتر الاسباب شيوعا من المفاهيم الحديثه جدا لاسباب الكحه. الناس دي بيكون عندها فرط حساسيه في العصب المبهم او الحائر اللي هو الفيجال نيرف. الناس ديت بتكح من اي سبب يثير هياج العصب الحائر دوت، العصب دوت اللي هو مسؤول عن الكح. اي حاجه بسيطه جدا ممكن تثير العصب دوت، زي شويه هواء بارد، زي اي شويه روايح، شويه هواء بارد، او حتى الضحك. تبص تلاقي العيان لما يضحك بشده ولا حاجه تزيد الكحه عليه، ديت اسمها كف هايبر سنسيتيفيتي سيندروم. الكحه ديت بيبقى علاجها ادويه بتقلل من تحسس العصب الحائر دوت للمثيرات، زي الجابتين، زي الليريكا، طبعا تحت اشراف طبيب. طيب ازاي نوصل للتشخيص المظبوط؟ احنا عرفنا ان في كذا نوع، طب احنا انه نوع فيهم؟ طبعا دوت بعد زياره الطبيب، بيقعد معاك الطبيب بيسالك الكحه ديت فيها بلغم ولا ناشفه، الكحه ديت بتزيد بالليل ولا بالنهار اكتر، الكحه ديت بتزيد مع النوم اكتر، طب مع النوم في اول النوم ولا بعد ما تنام يجي لك شرقه كده وتصحيك من النوم، طب معك اعراض في الانف، عندك مثلا حساسيه، عندك سيلان من مناخيرك، طب مناخيرك بتنسد، طب عندك صداع جامد مثلا جيوب انفيه ولا حاجه، طب لا والله المشاكل عندي في المعده وحرقانها وارتجاع المريء، عندك احساس بالحموضه دايما، عندك احساس بانك عايز ترجع دايما، كل دوت حاجات بنسال عنها. بتدخن ولا لا؟ بتتعرض لمثيرات تحفيزيه زي هواء بارد، هواء سخن، برفانات، معطرات جو، اي حاجه فيها روائح نفاذه، بتتعرض لتراب، لادخنه المصانع، لملوثات الجو، ولا ما بتتعرضش؟ في حد بيدخن جنبك؟ طبعا بيقعد معاك بعد ما خدنا التاريخ المرضي بتاعك، سالناك عن بتاخد ادويه ولا حاجه، تاخد حاجه فيها ادويه زي الكابوتين واخواته ولا لا، عندك امراض في القلب ولا لا، عندك حاجات تؤشر لوجود اورام مثلا، جسمك بيخس، جسمك بينزل، الكحه فيها دم ولا حاجه، كل ديت من ضمن الحاجات اللي الطبيب بيسال عليها. طيب بعد ما ياخد التاريخ المرضي بتاعك ويعرف وصف الكحه بالظبط ايه، بتيجي ازاي، بتيجي امتى، ايه اكتر حاجه بتقللها، ايه اكتر حاجه بتزودها، بنبدا نعمل فحوصات، بدايه من ابسط الفحوصات اشعه عاديه على الصدر، وديت لو في اي حاجه لا قدر الله وحشه او كبيره بتبان. اشعه الصدر ممكن تبين لنا لا قدر الله لو في اورام ولا حاجه، تبين لنا لو في تليف على الرئه ولا حاجه، تبين لنا لو هي التهابات مش اكتر ولا اقل من كده، تبين لنا لو في مشاكل في عضله القلب فعلا. اختبارات التنفس حاجه اسمها سبايرومتري، دي حاجه بتقيس ان انت عندك حساسيه صدر ولا لا، حاجه ربو شعبي مزمن ولا حاجه، تمدد شعبي مزمن ولا حاجه، وديت موجوده عند كل دكاتره الصدر. تحليل البلغم
بنشوف والله اللي في البلغم دوت ميكروبات، اللي في البلغم دوت ضرن، اللي في البلغم دوت بكتيريا، اللي في البلغم دوت خلايا حمضيه علشان النوع اللي احنا قلنا عليه. احيانا بنعمل اختبارات نقيس بقى حمض النيتريك دوت لانه بيدلنا على وجود التهاب حمضي ولا لا. عندنا حاجات اسمها العلاجات التشخيصيه. يعني ايه علاج تشخيصي؟ يعني لما نبقى شايفين ان كل حاجه كويسه والامور كلها مستقره ومش باين سبب واضح للكحه اللي عندك دي، زي ما قلنا لو ادينا بخاخات كورتيزونات والدنيا اتحسنت، ممكن دوت يبقى السبب اللي هو قلنا الالتهاب الشعبي الحمضي اللي احنا قلنا عليه ده، فدوت اسمه تشخيص علاج. لو ادينا العيان بخاخات موسعات الشعب والبخاخات الكورتيزونات برضه والدنيا اتحسنت، يبقى دهيت كانت حساسيه صدر، فده اسمه علاج تشخيصي. انك لما تعالج التهابات الانف او حساسيه الانف، اذا كان سبب الكحه ديت هو الافرازات الخلف انفيه. لما تعالج حموضه المعده وتعالج الارتجاع المريء والكحه تتحسن بعدها، اذا كان اكبر سبب للكحه دوت هو ارتجاع المريء، كده يبقى اسمه علاج تشخيصي. يعني لما ادينا علاج اتحسنت الاعراض، يبقى ده كان التشخيص. بعد كده لو مفيش تحسن، بنشك ان يكون في حاجه غريبه داخل الجهاز التنفسي، جسم غريب، الطفل يكون شارع في حاجه زي قشره سوداني، اي حاجه من الحاجات ديت، وديت اسباب شائعه جدا وبنحتار فيها كتير ونقعد ندي كل ادويه الكحه، وفي الاخر يطلع الموضوع ان الطفل شرقان في جسم غريب، بيخش بمنظار بيخرج الجسم غريب ترتاح الكحه تماما. لو بعد الاشعه المقطعيه مش باين اي حاجه والحمد لله ما فيش اجسام غريبه ولا اي حاجه، في موضوع التحاليل بقى والمزارع ناخد مزرعه بلغم يكون في فطريات، يكون في ضرن، يكون في بكتيريا، يكون زي ما قلنا في خلايا حمضيه، بتوضح لنا اسباب كتير جدا للكحه بتبان عن طريق البلغم. يبقى زي ما قلنا نبدا باشعه الصدر العاديه، يبقى في احتمال ان في حاجه تانية مش واضحه، نعمل اشعات مقطعيه، مفيش حاجه برضو واضحه، بنعمل تحاليل بلغم وكده. بعد كده نسال عن الاسباب الغير معتاده، بنعمل فحص قلب شامل، ايكو على القلب، عشان زي ما قلنا يكون في احتمال فحص قلب شامل، لان يكون في احتمال هبوط احتقاني في عضله القلب، دوت من ضمن اكبر اسباب الاحتقان. طب والله كل الحاجات ديت سليمه 100%، اذا فرط تحسس العصب المبهم، وديت ندي ادويه تقلل من تحسس العصب للمثيرات زي الجابتين والليريكا تحت اشراف طبي. امتى لازم تتوجه للطبيب فورا؟ لو الكحه فيها دم، لو حصل فقدان ملحوظ في الوزن، جسمك بيخس جامد، كل اللي يشوفك يقول لك جسمك نزل، لو حصل فقدان شهيه، لو دي التنفس بيتزايد مع الوقت، ما انتش مرتاح على علاجات، ما انتش مرتاح على اي وصفات، لو معانا الم شديد بالصدر، لو معانا مع الكحه ديت اضطرابات في ضربات القلب ولا حاجه، لو كنت مدخن شرس قبل ما تجيلك نوبه الكحه المزمنه ديت، انت بالذات لازم تعرف ايه سبب الكحه بتاعتك دي. خلاصه الكلام، الكحه المزمنه هي مش عرض بسيط، هي لغز طبي يستدعي الاهتمام، بتحله خطوه بخطوه انت والطبيب بتاعك. خطوات الحل بتاعته: نحدد المده، نعرف التاريخ المرضي بتاعك، نجمع الفحوصات، نعمل تحاليل واشاعات، نبدا علاج مبدئي. لو ما بقاش في الاسباب الشائعه، نفكر في الاسباب النادره قلناها في الفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.